اليوم نقول القارة الآسيوية كلها تصفق للمنتخب الأردني للي وصل له إلى نهائي كأس آسيا ويصل المركز الثاني. قبل البطولة ما حد كان يتوقع أنه المنتخب الأردني ربما يصل إلى النهائي. صحيح، يعني الحمد لله أنه يعني المجهودات يعني كانت يعني حاضرة منذ بداية يعني البطولة. كان تركيز عالي، قتالية، يعني التزامات تكتيكية جدا يعني مميزة بالنسبة للاعبين، والحمد لله أنه كان هناك توفيق يعني كبير جدا، خاصة يعني في الهجمات اللي كان خلقناها. كنا دائما ما كنوصلوا للمرمى، كنسجلوا من ثاني فرصة، ثالث فرصة، رابع فرصة. اظن انه اجمالا يعني مستوى يعني المنتخب الاردني كان جيد جدا، والحمد لله انه اللاعبين ارتقوا واحد المستوى افضل، يعني كيخول لهم على اساس انه ياخذوا الثقه. وهذه من المكاسب اللي ربحناها داخل الفريق، هو انه ربحنا الثقه، ربحنا الاداء، المستوى اللاعبين ارتفع بشكل عادي، ونتمنى لهم يعني افاق يعني مستقبليه احسن من اللي كانوا فيها، خاصه يعني في التعاقدات يعني مع الانديه. كيف تصف هذه البطولة بصفة عامة؟ أنصفت الحسين عموتة بوصوله إلى المركز الثاني مع منتخب لم يكن أحد يتوقعه، أم أنه ترى لا كان بإمكاني أصل وأحرز هذه البطولة؟ هو طبعا يعني الحمد لله صراحه على هذا المكسب اللي صراحه لا احد كان ينتظره، وطبعا هذا يعني راجع لمجهود يعني المدربين واللاعبين يعني بالخصوص اول حاجه، والمسانده طبعا ديال رئيس الاتحاد يعني سمو الامير علي. طبعا اظن انه هذا التناسق والثقه اللي خلقنا ما بين اللاعبين وما بين الاطر الفنيه، وخاصه يعني بيني انا خاصه لانه غيرنا الطريقه ديال اللعب، وكانت ربما هناك يعني ترددات يعني في اللاعبين على اساس انهم يلعبوا بالطريقه اللي غيرناها. الحمد لله انه اعطت واحد المنتوج اللي هو كروي اللي هو رائع، ووصلتنا لهذه المرتبه اللي هي مميزه. واظن دابا الان الشغل حيكون اصعب، لانه هذه المكتسبات يجب ان نحافظ عليها. وهنا يؤكد أنه مستقبلك واضح مع المنتخب المغربي، المنتخب الأردني عفوا. طبعا المستقبل ان شاء الله ساتكلم عليه بعدين، ناخذ شويه ديال الراحه، لانه عندي بعض الظروف عائليه في المغرب، وان شاء الله سارى اذا ما ساستمر او ربما ساتوقف، ولكن هذا يتوقف على نقاش مع الاداره بهدوء، لانه عندي بعض الظروف لازم اهتم بها يعني في المغرب. لكن انا لحد ساعه انا موجود مع المنتخب الاردني، وكنتمنى ان شاء الله انه اللاعبين ديالنا يستمروا في هذا العطاء ويلتزموا اكثر ويشتغلوا اكثر، لانه هناك مسابقات جايه ومناسبات جايه، خاصه يعني التاهل لكاس العالم، وتنظن انه بامكان المنتخب النشماء ان يصل لكاس العالم.